في كتير من العلاقات سواء كانت عاطفية صداقة أو حتى علاقة عائلية بنلاقي نفسنا بنلعب دور واحد بس، هو دور المنقذ اللي بيشيل مشاكل غيره، اللي بيحل أزمات غيره، اللي بيتحمل المسؤولية حتى لو مش مسؤوليته. الكارثة بقى إن احنا نبقى فاكرين إن ده حب وتضحية ولا جدعانة مننا، ونحس بالذنب قوي لو ما عملناش الدور ده، لكن في الحقيقة الاستمرار في الدور ده هيدمركم ويستنزف طاقتكم كلها. تعالوا نشوف ليه. اهلا بيكم في بودكاست النهارده. انا ياسمين وده ياسمين's كورنر. لو بتتابعوني لاول مره متنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده. دور المنقذ هو من اكتر الادوار المؤذيه واللي بتدمر الواحد نفسيا وبتستنزفه عاطفيا. دور المنقذ ده بيخليك تفقد التوازن النفسي والعاطفي في حياتك. احنا دايما بنحمل نفسنا فوق طاقتنا وبننسى نفسنا واحتياجاتنا وبنفكر في الناس بس. بفكر في مشاكل الناس، اي موقف صغير افضل احلله في دماغي وشاغل تفكيري طول الوقت، وبدور كمان على حلول وحاسه بالذنب لو ما عملتش كده. المشكله ان الشخص ده كل مدى بيجذب ليه ناس محتاجين الانقاذ بدل ما بيجذب حد سوي او حد متكافئ معاه نفسيا وعاطفيا واجتماعيا. طيب خليني اديكوا كام مثال واقعي علشان يوضح لكم اكتر الفكره اللي انا بتكلم فيها. ممكن علاقه عاطفيه واحد يكون حاسس دايما ان هو مكتئب ونفسيته وحشه، بس مش بشكل مؤقت، لا، على طول مكتئب مكسور ضايع، شخص سلبي دايما شايف الدنيا سوداوية كده او بيفكر بطريقة سوداوية، فبيحمل الشريك التاني، بيبقى شايف ان هو انا لازم هعالجه. زي ايه؟ I can fix him، انا اللي هطلعه من الحالة دي، انا لازم ابقى البطل والخارق اللي هيطلعه من الاكتئاب والحزن، انا اللي هحلله كل مشاكله. فيفضل يرمي عليك الحمل وانتي تفضلي تشربي الطاقة السلبية والمشاكل والهم بشكل مستمر لحد ما انتي تبقي فاضية من جوه. هتحسي ان انتي معندكيش طاقة اصلا، مع الوقت هتحسي بفتور وهتقولي وانا فين، مفيش حد بيسمعلك، انتي بس اللي بتسمعي وبتحلي. فطبعا ده مش شكل سوي للعلاقة ابدا، وفي النهاية واحد فيهم بيهرب لما بيفوق ويبقى عنده وعي ان اللي بيعمله ده غلط وما ينفعش يحل مشاكل الناس. هيبدأ ده يبقى حق مكتسب، الطرف التاني هيدور عليه. ليه بطلت تحل؟ هو هيفضل يرمي همومه ومشاكله عليك. فبالشكل ده تكوني ورطتي نفسك او ورطت نفسك في ان انت المنقذ اللي بتحل المشاكل، حلال المشاكل وبس، ملكش حقوق تانية. بنلاقي كمان مثال زي كده في الصداقة ما بين البنات مثلا او الشباب، واحد او طرف هو اللي بيسمع التاني دايما، هو اللي بيحل المشاكل دايما. الطرف ده معتمد ان اي حاجة تحصل لي مكتئب هحكي للفلان او فلانة، فمع الوقت انت مش بتلاقي ان حد موجود بيسمعك. يعني انت المفروض بتقعدي تسمعي بس، نفس الفكرة، انتي بتستنزفي طاقتك بس، مفيش تبادل مشترك ما بينكوا في الافكار في الكلام. بقى خلاص انت زي باسكت واحد عمال يفضي فيك الورق اللي عمال يكرمشه، عامل زي سفنجة للطاقة السلبية كده. فانت بترهق نفسك مش يعني عاطفيا ونفسيا جدا جدا. ففي الاخر العلاقة دي بتبقى زي ضغط او عبء نفسي، وفي اسباب هي اللي بتخلينا نعمل كده، نحاول نعيش دور المنقذ، هكلمكوا عنها برضو. في كل بيت برضو بنلاقي حد هو المنقذ او البطل. ماما بابا بيتخانقوا لازم اتدخل، انا اللي احل المشكله. شايل هم ان حد نفسيته تعبانه او مضغوط، او بس مش بشكل طبيعي، هو بيبقى بشكل غير طبيعي، يعني بشكل زياده عن اللزوم. طبيعي ان احنا نخاف على بعض ونقلق على بعض، لكن كل حاجه ليها حدود. ما ينفعش ابقى شايل هم الناس كلها وانسى نفسي. ما ينفعش من الاخر العب دور مش دوري. انا ليا دور في حياة كل حد في حياتي، سواء اهل صحاب، في العلاقة، كل علاقة سوية بيبقى فيه حاجات ليك وحاجات عليك. خليني اسألكم سؤال كده، فكروا معايا، لو انتوا قابلتوا في حياتكم شخص انتوا دايما اللي بتحاولوا تنقذوه طول الوقت على حساب نفسكم، ايا كان بقى انت مودك عاملة ازاي، نفسيتك عاملة ازاي، ايه الضغوطات اللي عندك، انت اللي لازم تنقذ الشخص ده وتحلله مشاكله وتسمعه وانت تحت امره طول الوقت. تخيلوا النتيجة هتبقى عاملة ازاي؟ هتحسوا انكم بتقووا ولا بتضعفوا مع الوقت؟ طيب ايه بقى الحلول والخطوات اللي احنا ممكن نعملها علشان نتخلص من متلازمة المنقذ او من دور البطل؟ الخطوات اللي هقولها دي على اي تصرف مبالغ فيه، مش على الطبيعي، اوكي، عشان كل حاجة تكون واضحة.
اول حاجة انا لازم اعترف ان انا مش مسؤولة ابدا عن انقاذ اي حد غير نفسي. تاني حاجة انا لازم احط حدود صحية، اسمع واساعد عادي، تمام جدا. اكون جدعة، اخدم الناس، اساعد الناس، انصح، مفيش اي مشكلة، لكن بحدود، من غير ما استنزف نفسي، من غير ما الغي نفسي. تالت خطوة انا لازم افرق ما بين الدعم الطبيعي في العلاقة وما بين التضحية المبالغ فيها. ما ينفعش ابدا ابقى في علاقة بسميها علاقة صحية واكون انا الشمعة اللي بتحترق من اجل الاخرين. انا في النهاية انا مش هحرق غير نفسي. الخطوة الرابعة اشتغلي على نفسك. كل طاقة بتديها لنفسك هترجع عليكي بسلام اكتر. يعني اهتمي بنفسيتك واهتمي بطاقتك واهتمي بمزاجك زي ما بتهتمي بمشاكل الناس بس وبتنسي نفسك. يعني حطي أولوية لنفسك واهتمي بيها وقدريها زي ما بتقدري مشاكل الناس. يعني بمعنى أصح مينفعش أنا الدنيا تبقى خربانة عندي ونفسيتي تعبانة ومكتئبة وعمالة أدور على مشاكل الناس وأحلها وبس وناسي أحل مشاكلي وأشوف نفسي. وافتكروا كده دايما، إن لنفسك عليك حق. يعني نفسك ليها حق عليك في كل حاجة. يعني مينفعش أنا أدور على الناس بس وأنسى نفسي. الخطوة الخامسة والأخيرة، لازم أتقبل ويبقى عندي وعي إن في بعض الناس مش محتاجة منقذ، هما محتاجين بس يوقفوا مع نفسهم كده، ويواجهوا مشاكلهم، يشوفوا حياتهم، ياخدوا قراراتهم، يحلوا مشاكلهم بنفسهم. مينفعش أبقى شخص اعتمادي ورامي همومي كلها على غيري، هما اللي يحلوا لي مشاكلي، هما اللي يفكروا لي، هما اللي يخططوا لي. أنا بستنزف نفسي مع الناس دي. الناس دي محتاجة أسيب لها مساحة إنها تفكر وتحل مشاكلها. مش لازم دايما أنا اللي أعرض حل للمشكلة، مش لازم دايما أنا اللي أرهق نفسي في التفكير وأتعب مشاعري وعواطفي في مشاكل الناس. أجمل علاقة ممكن تعيشوها هي العلاقة اللي هتكونوا فيها شركاء مش منقذين، سواء بقى كانت العلاقة دي مع أصحاب، مع أهل، مع زوج أو زوجة. ضروري جدا ان اي شكل من شكل العلاقات الانسانية يكون فيه زي تكافؤ او مساواة، فيها تبادل لكل حاجة. يعني انا بشارك الناس دي مشاعر ايجابية فهما كمان يشاركوني مشاعر ايجابية. بنشارك بعض الاحزان، بنشارك بعض الهموم، لكن مينفعش اكون طرف واحد بس هو اللي بيحترق من اجل الاخرين. يعني باختصار، اهم حاجة ان العلاقات اللي احنا بنتعامل فيها في حياتنا مع البشر تكون علاقة بحس فيها ان انا انسانة كاملة، مش نص انسانة بتدور على نص تاني مكسور. لما تبطلوا تلعبوا دور المنقذ هتكتشفوا ان انتوا اللي كنتوا محتاجين انقاذ من البداية. وبكده نكون خلصنا بودكاست النهاردة. هستنى رأيكم في الحلقة وقولولي ايه العلاقات اللي انتوا دخلتوا فيها حسستكم انها بتستنزفكم وحسيتوا فيها ان انتوا بتلعبوا دور المنقذ بشكل مؤذي فعلا. بتمنى يكون بودكاست النهاردة عجبكم، وان شاء الله المرة الجاية نتكلم عن اسباب متلازمة المنقذ.